شهرتها المرأة الحديدية وفتوة الغلابة، علشان ست ب100 راجل وكلمتها مسموعة، بتمشي على شنبات، بتلبس كمية دهب رهيبة، واشتغلت في الخردة، ودلوقتي بتتاجر في الدهب والعقارات. فيديوهاتها قلبت الدنيا على تيك توك، وبتحل مشاكل الناس وبتقف معاهم وتساعدهم، وبتقعد جلسات عرفية، ومش بتحب تمشي ومعاها بودي جاردات. ايه حكاية أم عدي وشهرتها موري ست الكل؟ تعالوا نشوف في الفيديو ده. في ستات أول ما يظهروا بتحس إنك قدام شخصية ما تتكررش، ومن النوع ده تيجي حكاية موري ست الكل، زي ما الناس كلها بتحب تناديها، ولكن هي اسمها أم عدي موري، واسمها الحقيقي مروة. ست اسكندرانية جدعة، ما طلعتش من فراغ ولا الشهرة جت لها صدفة. دي واحدة شافت كتير واتعلمت من الدنيا وبقت أقوى، وابتدت شغلها في الخردة، وبعد كده بقت شغالة في تجارة الذهب والعقارات، والناس عرفتها من فيديوهات تيك توك. ولكن الحقيقة إن شهرتها ما كانتش مجرد ترند ولا كان فيديو اتشافه. موري بقت حالة، بقت عند ناس كتير رمز للست القوية والجدعة، علشان كده ناس كتير لقبوها بالمرأة الحديدية وفتوة الغلابة، ومش بالكلام لكن بالمواقف. موري من النوع اللي كلمته مسموعة، لما تدخل في مشكلة الناس تهدى وتسمع، عندها حضور قوي وشخصية تفرض نفسها من غير زعيق ولا استعراض، بتقعد في القعدات العرفية وتحاول تصلح بين الناس وتقف جنب المظلوم وتحسسك ان لسه الجدعنة موجودة، وده اللي خلى ناس كتير تحبها وتحس انها منهم، مش واحدة بعيدة عنهم. ومش بس كده، أم عدي كمان بتحب تساعد الناس اللي نفسها تبدأ من جديد. لو حد عايز يعمل مشروع أو عايز يكبر شغله أو حتى يطلع على السوشيال ميديا ويثبت نفسه، تلاقيها بتدعمه على قد ما تقدر. ومن الحاجات اللي خلتها دايما ملفتة للنظر حبها الكبير للذهب. موري بتظهر دايما وهي لابسة ذهب كتير وبتتكلم عنه بكل حب، وبتقول جملتها المشهورة: الذهب زينة وخزينة. وبالنسبة ليها الذهب مش مجرد منظر، ده أمان وظهر وحاجة اتربت عليها من وهي صغيرة. أمها علمتها إن الفلوس لما تيجي جزء منها يتحوش في الذهب، علشان الأيام صعبة ومحدش ضامن بكرة، وهي بدورها نقلت نفس الفكرة لبنتها. لكن ورا القوة دي في حكاية وجع كبيرة. موري كانت متجوزة وعندها ولد اسمه عدي وبنت كمان، وبعد سنين من الجواز حصل الانفصال من حوالي 8 سنين، ومن بعده بشهرين بس رحل طليقها. وقتها لقت نفسها مسؤولة عن بيت كامل وعن ولد وبنت، ولازم تبقى السند لوحدها. ومن هنا بدأت الحكاية الحقيقية. موري ما استسلمتش ولا انهارت، بالعكس وقفت على رجليها وشالت الدورين، دور الأب ودور الأم، ربت عيالها واحتوتهم وحافظت على بيتها، وقدرت تكمل رغم الفقد والمسؤولية ورفض الجواز تاني نهائي. هي نفسها قالت إنها قبل الانفصال ما كانتش بتحب الظهور بالشكل ده، وكانت محافظة على هيبة ومكانة جوزها، لكن بعد رحيله حست إن لازم تبقى أقوى ولازم تواجه الدنيا بطريقتها. ومن هنا انطلقت على السوشيال ميديا وبقت اسم معروف وصاحبة حضور كبير، وليها جمهور ومتابعين كتير جدا. وأم عدي رغم شهرتها بتحب البساطة، بتحب تمشي وسط الناس لوحدها من غير حراسة ولا بودي جارد، لأنها شايفة إن حب الناس الحقيقي هو أكبر حماية، وإن اللي بيزرع خير بيحصد محبة. علشان كده موري ست الكل مش مجرد اسم ترند، دي حكاية ست قررت تبقى جبل وقوية وصاحبة علاقات جامدة مع رجال أعمال ومشاهير، وليها كلمة مسموعة وبيتعمل لها حساب واحترام في أي مكان.